في هذا الفيديو جبت لكم مؤثرين صغار داروا حوايج لي زوينه وهما في عمر لي صغير. نمشيو عند موحة اللي تقريبا اللي ولا كلشي كيعرفو واللي وصل نص مليون فولورز بسبب العفويه ديالو والموهبه اللي عنده في كرة القدم. وراه جاي كاس افريقيا، راه جاي كاس العالم، راه المواهب خاصهم يبانوا. لعبوا ولا باغيين لعبوا ها هو هاد الزنقه مزيانه، ضرب فيها سيزو يقيسك، يخرج لك شي راجل يقيسك سخاف ليه طاح عليه. ثانينا كره كتنفسوا كره، حنا انت باغي تمنعنا من كره الزنقه في سميت باك. حيت بدا في الاول بواحد الريلزات اللي كيقدموا فيهم شي مجريات ديال شي ماتش تلعب وكيعطي ردود الافعال ديالو وكيعطي حتى شي اخبار كرويه لقات ضجه، ولكن ماشي هادشي اللي غيبدلو، لا بسبب واحد الكلمه اللي لقات طوندونس في واحد الوقيته. سمحك لي التعبئه، هاد الكلمه بدلت لي حياتي راسا على عقب، خليت بزاف ديال الدراري قدي يبداو صناعه المحتوى. الله على وليدي خليفه راموس، ترى ماشي حك لي التعبئه، راه مسح لي الارقام ما بقاوش كيبانوا ديال التعبئه كاع، غنشوفوها من طريونغ الاخرى. الله صيفطو يتسحر، قال لي سير تسحر، قال لي خليفه راموس سير تسحر. هي تحكات له التعبئه، يعني لاعب راوغ لاعب وداك اللاعب زلق، المهم ديالته كتحك مع الكازو بواحد الطريقه اللي كتضحك، ولا بحال داكشي اللي تيدير له ولا الظروف، بدو التسديدات ديال كره القدم ولا الاسيستات من بعيد. كاميرا مان وكيتفان، تبقى انت ما تفانتش، سير تلعب. المهم هادشي خلات بواحد الشهره اللي ما تصورهاش. بنادم كيكتر، بيبليك كيكبر، والحب كيتزاد. كلمة موحة ما بقاتش كتقال غير في الدرب، ولات كتقال في المغرب كامل. ودرت شي حوايج اللي كنت غير كنحلم بيهم، كيف ما درتها انا تقدر ديرها انت، بالثقه في الله والثقه في راسك. ولا كلشي كيعرف هذاك الدري اللي كان خاسر في حياته ودار ريمونتادا، والهدف الجاي مليون ان شاء الله. ونمشيو عند واحد الطفل اللي لقى واحد الشهرة اللي خيالية في هذا المونديال ديال كأس العالم المقيم في الميريكان، واللي هو امين وملقب بجونيور. هو ابن مدينة برجيت في عمر 12 عام، واللي قدر يبدا صناعة المحتوى في واحد السن اللي صغير، وهادشي اللي خلاه يكسب واحد الجمهور اللي محترم، وما خلى فين مشى من دول اللي مختلفة، واللي كيبان من أسرة اللي غنية. وايضا اللي زوين هو انه كيقدر يفرق ما بين الدراسة والسوشيال ميديا. وخلينا من هادشي واجيو تشوفوا اللي تعرض له امين من خلال واحد المقطع فيديو اللي شاركوا ما بين المتابعين ديالو في امريكا، وبان ليهم من خلال واحد الرقصه دارها على انه معوق في رجليه كيمشي عوج، وهادشي جا من خلال واحد الرقصه هذه ديال الرجا. خلال اللحن ديالها اللي تعامل معها بواحد الطريقه وخلى المشي ديالو تصرف بديك الطريقه وما تخيلش الجواب ديالو. أبناء الوطن دائما ما يبهروننا بابتكاراتهم، إبداعاتهم ومهاراتهم. ونمشيو لواحد الطفل اللي عنده واحد موهبه اللي صعيبه كتستعمل بواحد السرعه في الاداء، ولقى واحد الشهره من برامج تلفزيونيه بسبب هاد الموهبه، وكلشي ولا تيقول له بروسلي المغرب. حيت الدري طالع هربان بالجهد، والمعروف برايان اللي كسب حتى واحد الشهره مؤخرا بالمقاطع ديالو بداك السلاح اولا ديك الرياضه اللي كتسمى بالنين شاكو، ديك الرياضه كتبغي التركيز في اليدين حتى قد تجي في وجهك بواحد الجهد. المهم رايان كيمارسها بطريقه احترافيه وتيبين مهاراته قدام الكاميرا، وكيمارس حتى البوكس. الدري طالع رياضي وسبورتيف. في كل عام تساعد المحتاجين وكيفرحهم. هادشي اللي داروا ابراهيم العزاوي ما دارتوش الدوله براسها، بحيث كل شهر في رمضان كيفرق القفف الرمضانيه على الناس البوفريين واللي كيطلبوا على برا واللي في حاجه للقمه العيش. وهادشي اللي خلاه واحد الطابع اللي زوين، وماشي غير هكا بل راه تعاون مع بزاف ديال الناس، فراه بنادم كيكون نيت محتاج لديك الحاجه باش يفرح ولادو،
بحال الدخول المدرسي وشهر رمضان، وايضا توزيع حتى التروتينيت للاطفال باش يستمتعوا في الطفوله ديالهم. ولكن ركزوا لي اكثر على يونس. مرحبا، الله يسهل عليكم، الله يسهل الله يسهل. قلت لك يضرب العربيه. يا سلام، عرفتوا راه في هذا الوقيته اللي كنا كنفرقوا الخفاف باللي يونس فرحان ديال بصح، حيت كان كيعاون الناس وكان كيحس بالفرحه ديالو. ماشي مزيان، مالي نضار، رمضان كريم، الله يجازيك، الله يعطيك الخير. هاك هذه الامانه وقبل علينا، بسم الله. والدينا والديك، الله يسهل عليك عمي، الله يجازيك، الله يسهل عليك، الله يكبر بك، على ديك اليد، الله يجازيك، بارك عمر زينه، رمضان كريم، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه، بسم الله، هذه البركه، تفضل سهل كل خير عمي. صافي هاك، الله يجازيك بخير. شكرا لك، امين، شكرا. غتقديها تسيها بوحدك ياك؟ ماشي مشكل. كاين شي واحد هنا اللي يعاونك قريب؟ لا بعيده، ولكن انا حاطها عند واحد الاساس هنا. غتعطيها للعساس؟ نديها لك العساس؟ واخا. رمضان كريم، شدي هذه الامانه، الله يسهل عليك، راه يونس، انت امين، ياك ما تقيل عليك، امين امين، الله يسهل عليك، امين امين. لاباس عليك؟ بخير؟ ماشي مزيان؟ اش كتبيعي؟ كتبيعي كلينكس. نعطيك واحد الامانه ديها لداركم، صافي هاكي بسم الله، هاكي حتى هادي عندك نعاونك نديها معاك شي بلاصه ولا تكلفي. كيفاش تعلم من صغرو وكيفاش كيعيش داك الجو اللي مشحون من التاثر، وايضا باش يحس بداك الروح ديال المساعده اللي كيقدمها هو صغير. وهذا الشيء اللي غيتعاملوا منين غيكبر ويدير بحال اللي دار الاب ديالو، بحيث كنشوفوا بلي ان يونس عاجبو داك الجو ديال مساعده المحتاجين في مواقف اللي صعيبه، خصوصا في هذه الاعوام الاخيره اللي ولا غلاء الاسعار في الوقت اليومي وما نبعدوش بزاف ونمشيو للرانيه. كذلك لنفس الشيء من عائله العزاوي اللي حتى هي اللي عاشت داك الجو كطفله وتعلمت ايضا على كيفاش بنادم ما فحالوش وكيفاش ما قادرش على العيش وكيخرج يطلب. فهاد الشيء اللي تعلموه الاطفال خاصو يتبنى من الصغر، ويعرف الطفل باللي ان الانسان راه ما فحالوش وراه محتاج ليد المساعده، وحتى باش يعيش ديك اللحظه كيف ما كنعرفوه كاملين في منصه الانستغرام اللي عنده اكثر من 1.5 مليون على المنصه، اللي وصلها بواحد الوتيره بسرعه في ظرفيه اللي صغيره بسبب العفويه ديالو وايضا التربيه وكيفاش كيتعامل مع اليوم ديالو كطفل في جو مشحون من الصلاه والرياضه والدراسه. والد واحد النهار قرر يعاون واحد الراجل اللي ما فحالوش باش يشري تريبورتور، عكس البيكالا اللي كان كيبيع ويشري فيها باش يترزق على الله اللي كانت معذبه ديال بصح، وانه عاونو باش يترزق على الله في حاله اللي تكون ميسوره. هادشي اللي دار والد وجمع اكثر من 3000 درهم باش يتقدم في ذاك المبلغ للسيد باش يحسن من حالته المعيشيه والصعبه. هنا كاين 6700 درهم. هاد 6700 درهم نتوما اللي جمعتوها وبتعاونوا بها واحد السيد. بدينا كنجمعوا الفلوس 5 شهر 11. اي حاجه تلقاها في داك السكر، لكن ما ننساش وصلت لي واحد الامانه فوكاش من برا اللي القدر ديالها 968 درهم. دزنا على داك الخير اللي وصلنا في السياج عطاتنا 6700 درهم. دابا غتمشيو معنا باش نديو الامانه لمولاها. وليد البركه، شكرا بزاف. نتشكر دوك المحسنين اللي عطاوها البركه ولهم الجمعه، الله يعطيكم ما تمنيتوا في حياتكم. هذا الوليد راه بركه فيه، غنحسبوا هذه البركه 32 33 ونص. اي واحد تعاون معنا لا يجي بخير. بغينا الفلوس نخبيهم ان شاء الله، باش نشري التربورتور ان شاء الله نخدم به، حيت البيكالا عيادني مرا 0615 67 27 23. شكرا السؤال. انا كما عطيتوها لنا عطينا هذا السيد هذا، شكرا كثر خيره. ونمشيو دابا لعند واحد الطفل اخر اللي حتى هو لقى راسو وسط النوع ديال التنمر اللي كان صعيب عليه يتقبل. اللي كان مازال صغير كان كيبان مسكين محتى هو كيدير ديال الكره بعفويه وبساطه اللي كبيره بحال اي طفل كيعشق كره القدم وباغي يشارك الشغف ديالو مع الناس. للاسف وثعا الاسطوره ليونيل ميسي. والله العظيم فعلت كل شيء، ولكن هذه السنه تحب لامين يامال. وحتى الاخبار اللي كيخدم، وبفضل هاد العفويه قدر يكسب حب وتعاطف عدد كبير من المتابعين. شكرا لكم على الدعم ديالكم اللي كيخليني نستمر. وصلوني بزاف ديال الرسائل والتعليقات اللي زوينين من جميع الدول، المغرب، الجزائر، الاردن، العراق، السعوديه. نحبس لا زيد تونس، فلسطين، عمان. مهم بزاف ديال الحب منكم. ولكن نفس الشيء هذا هو اللي خلى بعض الناس يجدوا فيه وينتقدوه بسبب الشكل ديالو والتصرف ديالو وكيفاش النطق اللي كيدوي به بواحد الطريقه. ما عرفتش علاش كلشي كيتنمر عليا، لا المغاربه لا الجزائريين لا الاردنيين لا المصريين.
كلشي وزيد عليها هذا الفيديو. وذاعا للأسف نهاية رحلتنا في كأس العالم. وهبي برافو اللاعبين، واخا خسرتو شرفتونا وشرفتو بلادنا. حشومة عليكم اش درت ليكم. هو الطفل كان في واحد المنطقه اللي قرويه، ومع المعروف ان بزاف ديال الناس في هذه المناطق كيكبروا وما كيهضروا بالشلحه، ما كيكونوش متعودين بزاف في الدارجه، وبالتالي طبيعي جدا عنده شويه ديال الترابك ولا شي نطق ماشي هو هذاك بالدارجه. ولكن بسبب هذا الاختلاف البسيط في الطريقه ديال الكلام ديالو اللي كيهضر خلقت واحد البلبله اللي كبيره وخلت الطفل يتعرض لواحد الموجه ديال التنمر والانتقادات. شوف معايا بنادم الحقد فين واصل فيه، حتى كيسب الوالدين. علاش؟ حيت كتحط فيديوهات في انستغرام وكتعرض للتنمر من الفوق. شوف معايا بنادم، علاش حاقد؟ كون درتي شي حاجه في حياتك غادي يطرقوا. مهم الله يهدي ما خلق، وانا كنحط هذا الشيء حيت كنضحك الناس. كل شيء كيتمناه انه يكون هو المعلق في كأس العالم 2030 المقيم بالمغرب. محمد واحد الطفل مغربي خلى الناس يتصدموا بالحنجره الذهبيه، واللي كيعلق بحال كبار المعلقين في البريمير ليغ والبطولات الكبار بحال جواد باده، صامت الشوالي وحافظ الدراجي. المهم محمد طالع هربان بالاداء ديالو بواحد الطريقه واللي غيصدمك، هو التعريب والاسلوب الكلام اللي غتسمعوه راه الهربه. التاريخ سيدون الافكار تتأقلم. نعم ان التاريخ يدون لك الافكار، التاريخ سيحلل كل السيناريوهات المطروحه في هذا الماتش. المباراة ستقول كلمتها، المباراة ستحكي. كله بدا بواحد المقاطع كان كيصورهم منين كيبداو صحابو يقصروا شي ماتش، وهو خلف الكاميرا كياخد الدور ديال المعلق، وهادشي اللي كيخليك تحس بواحد الاجواء وواحد الحماس في وسط واحد الجو اللي ممتع. فهنالك ريان يتدخل يقول إذا كان السرباك مرشح للبالون دور فأنا سأترشح كذلك للجائزة بوشكاس. نعم الأعصاب تتوالى هنا في ملعب. موهبة خلاته يحفظ حتى الأسلوب ديال المعلقين، وأيضا كيقوم حتى بالتعليق في شي ماتش تيكون بادي في التلفازة. جاني حسن دوك المعلقين ديال الرياضية. مراه بدا كيعلق وبغى يبين ديك الموهبه اللي قليل ديال الناس في العالم كيكتسبوها. هادشي اللي خلاه يلقى اعجاب كبير، فكنتمناو شي فريق مغربي يحتضن هاد الطفل ويجلس حدا شي معلقين باش يزيد يتطور من موهبته، حيت بحال هاد المواهب الصراحه ما خاصهمش يضيعوا في مره. ابراهيم يراوغ، ابراهيم السطل، ابراهيم مش ممكن يشوط. 1-0 للصوت، 1-0 للصوت الأطلس. جول يا ابراهيم 1-0 مش ممكن من الماتش هذا. لعناصر فريق المنتخب الوطني المغربي جميلة هذه الكرة تلعب من جانب عز الدين أناحي، فنية رائعة اللاعب عز الدين أناحي. تسديدة